اعمل اديتنج للفيديو في البلكونه كالعاده. خلاص عرفت انا بعمل ايه عشان في الساحل، قاعده في البلكونه. وبعدين بصوا هقرا بقى ان شاء الله الكتاب ده. انا جايباه بقالي كتير قوي عشان انا كنت بحب البرنامج بتاع مصطفى حسني ده وما كنتش قريته، فهبداه النهارده ان شاء الله. يا بنت رحنا البحر، قلنا نقعد شويه كده ساعه ولا حاجه قبل الغدا على البحر. هنروح نتصور. انا اساسا جايه النهارده البحر مش عشان حاجه، جايه عشان اتصور، يعني لبست وكل ده طبعا زي ما انا قلت لكم اساسا وانتوا شفتوا قد ايه هو مش نظيف، بس جايه عشان اتصور بس. لون البحر الازرق ده والله سبحان الله بيخلي فيه راحه غير طبيعيه. يا جماعه بصوا بقى، انا مشيت شويه بعيد عن الحته بتاعت القريه عشان البحر هنا احلى بكتير. هو ما يتنزلش بس الميه حلوه. تعالوا معايا. نفسي انزل قوي. فاكره اول مره اما كتبت فيها يا جماعه في كابوريا، استنى اوريها لكم اهي يا ماما اهي، شايفينها؟ تتسلق. تعالوا نتكلم شويه كده واحنا بنتمشى على البحر. في حاجتين بحبهم قوي قوي قوي، هي الخلوه، ان انا اقعد مع نفسي شويه لوحدي، والسكوت والتامل. يعني الواحد لما يبقى قاعد مع نفسه شويه كده لوحده وهو ساكت بيتامل، زي دلوقتي في البحر ما انا عامله، بتغير الانسان بشكل فظيع. بصوا لقيت ايه وانا بتمشى دلوقتي؟ تيجي كده دول يا ماما، سمكه. شكلها جميل قوي. تاني واحده يا جماعه لقيتها، سبحان الله. تعالوا نكمل بقى شويه كلام واحنا بنتمشى. دلوقتي الساعه 4:15 العصر، يعني قدام من شويه. وحاجه حلوه قوي ان الواحد يكون بيقول اذكار المساء على البحر، او عامه حاجه حلوه ان انت تحس ان انت خلال نعمه ربنا اداها لك تقوم تشكره عليها. فانا بالنسبه لي اذكار الصباح دي حاجه بحبها، يعني عشان يعني زي ما بنقول كده بتلخص حاجات كتيره انا ببقى عايزه اقولها، او دعوات كتيره ببقى عايزه ادعيها، بتتلخص في اذكار الصباح واذكار المساء. في حاجه عايزه اقولها لكم، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة خطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إيه هو زبد البحر ده؟ زبد البحر ده لما I searched on Google لقيت إن معناه إن هي الرغوة الرقيقة اللي هي بتيجي على شط البحر دي. فتخيلوا أساسا في قد إيه زبد بحر. فيعني لو أنت ذنوبك إن شاء الله ما تكونش أساسا زي زبد البحر بالكمية الفظيعة دي، تخيل يعني ربنا بيقول مهما كانت كمية الذنوب اللي عندك، لو هي قد زبد البحر فهتتغفر لك. فاوعى تيأس من ذنب عملته او حاجة غلط انت عملتها، ما تيأسش، استغفر ربنا وقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. بس في نفس الوقت ما تكونش اللي هو 100 مرة اللي هو سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، لا مش كلام بس، حسها بقلبك. شوف، فكر في ذنوبك اللي انت بتعملها، اللي انت عايز ان ربنا يغفرها لك في الوقت ده، او عايز ان ربنا انت بتقول سبحان الله وبحمده عشان الذنب الفلاني او الذنوب الفلانيه اللي انت عايز ربنا يغفر لك الذنوب عشانها.
خلاص خلصنا البحر عشان بقى نروح. نازلين نتغدى، لسه مش عارفه تقريبا يا اما هننزل اسكندريه نروح نتغدى هناك ناكل سمك، يا اما هنروح حته اي حته هنا في الساحل. كده ملح طبعا الفول. وصلنا اسكندريه. تاني ماسك أسد. ندخل نصلي الاول. ايوه هندخل نصلي بندور دلوقتي على حته لسه ناكل فيها. انا اصلا هقول لكم حاجه، انا عندي يعني لما بيبقى عندي برد السمك بيبقى بيتعبني قوي، فعشان كده مش هاكل انا سمك، هدور على حاجه تانية. بس بابا وماما هياكلوا سمك وانا واخواتي بقى هنشوف حاجه تانية، فقاعدين لسه بندور بنتمشى. احنا دخلنا حسني، وحسني فيه سمك وفيه مشويات، فانا هطلب مشويات. السلطات بس ولا رز بطاطس ده اللي وصلوا اهو. مفيش توقف. خلصت الاكل وبعدين ايه تنحت مش قادره. بس عايزه اقول لكم حاجه، دايما حاولوا ان انتوا على قد ما تقدروا لما تكونوا في مطعم وطالبين اكل ما تبقوش في طبقكم اي حاجه، عشان في الاخر كل ده بيترمي وفعلا انت في الاخر انت اللي هتتحاسب على ده بعد التتنيحه. احنا بنكتشف اسكندريه، دخلنا لقينا نفسنا في حته كده فيها كافيهات ومطاعم. احنا في الجرين بلازا. بابا قال كده يعني بقى، مش عارفه صح ولا لا. انا روحت ونكون كده وصلنا لاخر الفلوج. ويا جماعه انا عايزه اقول لكم حاجه، ان انا بجد بكون مبسوطه قوي لما بصور لكم ديلي فلوج. يعني بقعد ان انا ايه اللي هو ابوت انرجي ان انا اصور فيديو يومي، وكل مره اكون ايه اشوف ايه نصيحه اللي انا نفسي اقولها لكم. بجد انا ببقى مبسوطه جدا. وبس كده، ان شاء الله اشوفكم بكره على طول. يلا باي باي.